مرحبا، هذا عادل الزبيري في مدرسة الحياة يحييكم. في الأزمات وفي المحن كنفتقدوا الأصدقاء، فجأة كنلقاو راسنا ولينا بوحدنا. بزاف ديال الناس تنعتقدوا مخطئين أنهم غادي يوقفوا معانا، كنلقاو راسنا في مواجهة الأزمات وحيدين إلا من الإيمان والصبر والاحتساب وحسن الظن بالله عز وجل. كنعتقدوا في لحظات كثيرة أن بزاف ديال الناس ما غاديش يتخلاو علينا وغادي يوقفوا معانا، ولو بالكلمة الطيبة، ولو بالابتسامة، ولو بالسؤال. كأن الناس الذين قدموا أنفسهم دائما على أنهم الأصدقاء المقربين ينتظرون هذه الأزمة ليفكوا الارتباط، يعتقدوا ويعتبروا أننا في حياتهم مجرد رقم هاتف أو رقم من ضمن أرقام أخرى. فقدت العلاقات الإنسانية في هذا الزمن معناها الحقيقي والجميل والعميق. شحال من واحد اعتبر أنه يتخلص منا نحن الذين ابتلينا. الابتلاء هو أعظم تفكر من الله للعبد كما قال السلف الصالح. فبالتالي يعتبر الشخص أنه تهنى. بالعكس، المبتلى هو اللي تهنى، المبتلى هو اللي عنده ناقص واحد. أما الذي يتفرج في عبد ابتلاه الله ويضحك ويقهقه، ما نقولكش يتسنى نوبته نهائيا، ولن أتمناها له، ولكن خصو يعرف أنه أراح عبدا من ثقل علاقة مسمومة. تحياتي لكم، هذا عادل الزبير يحييكم من داخل مدرسة الحياة.